السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام في قصة جديدة من قصص قناة أسرار موح. قصتنا لهذا اليوم بعنوان التاكسي. سميتني عبد الرحيم، عندي 28 سنة، شيفور ديال تاكسي كبير، متزوج وعندي بنية ووليد. هادشي اللي غنعاود لكم اليوم وقع لي في العطاوية، وبالضبط في طريق دمنات، تقريبا هذه 5 سنين. وهادشي اللي وقع ليا كان سبب في الصمت ديالي لعدة سنوات، كنتكلم غير بالإشارة، وحاليا نتبع حصص عند طبيب نفساني من بعد ما وقع لي هذا المشكل اللي خلى عندي صدمة كبيرة في حياتي. القصة بدات في واحد اليوم من الأيام العادية ديال الخدمة، كنت راجع للدار بحال العادة وانا فرحان نشوف وليداتي ونريح معاهم ونتكلم معاهم شوية، لأن الجو ديال العائلة من بعد نهار ديال تمارة تيكون زوين بزاف. وانا راجع في الطريق تلاقيت بواحد العائلة حدا المحطة الطرقية ديال ولاد زيان، كانوا غاديين لمراكش لواحد الغرض مهم، بقاو كيطلبوني وكيرغبوا فيا نوصلهم، لأن جميع الكيران والحافلات كانوا دايرين إضراب ديك الأيام، ومع كثرة الطلبات ديالهم والإلحاح قررت أنني نوصلهم، ولأنهم بانوا لي ناس معقولين ومتقلين. كانوا مزروبين لأنه على حسب ما فهمت من كلامهم غرض مهم كيتسناهم. المهم تفهمت معهم على الثمن، هزيتهم وشدينا الطريق مع 9:30 ديال الليل. بسم الله وعلى بركة الله. غادي وكندوي مع الأب ديالهم اللي كان جالس حدايا، والمرا ديالو وبناتو كانوا جالسين اللور. طريق كاملة وانا كندوي معاهم، مقشبين ناشطين وفرحانين. الأب كوميدي وبناتو كتر منه. شوية وصلنا لواحد الدوار سميتو دوار ولاد صالح. قال لي السيد وقف هنا الله يخليك، نعطي واحد الأمانة للأب ديالي كيسكن هنايا بالزربة ونرجع الله يجازيك بخير. أنا على نيتي قلت ليه مرحبا، خذ راحتك غير ما تعطلش عليا عافاك. قال لي لما تخافش شوية وهنا راجع، راه مازال تبعنا الطريق. وخا البلاصة اللي وقفت فيها كانت بعيدة على الدوار، خاوية ومعزولة على الناس. قلت مع راسي يمكن الأب ديالو عنده شي دار هنايا. بقيت مع مراته وبناتو في التاكسي، زدت شوية في الصوت ديال الراديو وبديت كنسمع القرآن، ومرة كنشوف في المراية ديال الطوموبيل شكون جاي ورايا. طريق خاوية ومعزولة، بحال إلا تقول طريق مقطوعة هادي، لا طوموبيل لا بنادم لا ديور لا والو. ساد واحد الصمت رهيب ومخيف بزاف. المرا والبنات اللي كانوا محيحين وناشطين سكتوا والحس ديالهم تقطع وبقاو يشوفوا غير بنص عين. دخلني الشك وبدا الخوف يتملكني شوية بشوية. قلت لهم واش جدكم عايش هنا مع ولادو ولا غير بوحدو؟ ما جاوبني حتى حد فيهم. نقصت من الراديو، درت عندهم وسولت المرا لا واش الأب ديال راجلك عايش هنا غير بوحدو؟ ما جاوبتنيش، وبقاو كلهم كيشوفوا فيا بواحد الطريقة تتخلع وتدخل الشك في راس بنادم. انا هنا تلفت ما عرفت ما ندير، حلقي نشف وجسمي برد عليا. بديت كنضحك غير باش ما نبانش خايف قدامهم. جبت قرعة الماء وبديت كنشرب، وبدون سابق انذار قالت لي البنت الصغيرة بابا ما غاديش يرجع، غير كذب عليك. ملي سمعتها والطريقة باش قالتها بديك الثقة وهي الصغيرة فيهم، قلبي كان غيسكت بالخلعة. واللي زاد خوفني كثر هو كل شي بقى ساكت. قلت لها كيفاش وعلاش، وانا كنضحك ديك الضحكة الصفراء غير باش ما نبينش الخوف ديالي. ملي درت عندهم بنت لي البنت الصغيرة ولات في الوسط، والكبيرة على اليسر، والأم في اليمين. ربي مولاي كيفاش حتى بدلوا بلايصهم بهاد السرعة وهما ما خرجوش من الطاكسي. صافي انا هنا بديت كنتخربق وكل شيء تخلط عليا، ما عرفت ما ندير، واش نهضر ولا نسكت، نبكي ولا نغوت، نهرب ولا نبقى في بلاصتي. كنت مبلاصي الطاكسي في جنب الطريق في واحد البلاصة خاوية ومعزولة على الناس، غير الظلام والخلا والقفار. بديت كندير راسي كنغني بشوية بحال ما مسوقش ليهم حتى يجي باهم، وما بقيتش قادر ندور نشوف ورايا. شفت في المكانة لقيت السيد تعطل بزاف، يلا غادي ننزل نشوف واش جاي. كنحس بشي واحد كينغز فيا في ظهري. ملي درت لعندهم وهي تدفل عليا ديك السيدة في وجهي وتبدل الشكل ديالها كامل، شعرها طوال وخرجوا ليها القرون، كتغوت بالجهد وكتقول لي سير عطينا باتساع، شنو بغيتي عندنا؟ عجبك الحال دابا؟ سير عطينا باتساع قبل ما نقتلوك هنا.
أنا هنايا مشى ليا الشوف شي 50 ثانية وجاتني بحال الدوخة، فشلت وحلقي نشف عليا، وليت بصعوبة كنتنفس. ملي رجعت الوعي ديالي حليت الباب بالجهد باش نجرهم كاملين ونخرجهم ونهرب في حالي. ملي حليت الباب ما لقيت حتى واحد في الطاكسي، لقيتو خاوي كيصفر. فشلت، ما بقيتش قادر نوقف على رجلي، حسيت بهم كيترعدوا بزاف بواحد الطريقة غريبة. طحت على ركابية وبديت كنبكي، يا ربي بمولاياش هادشي كيوقع ليا. شوية جمعت راسي غير بزاز، لأنني لا بقيت هنا نقدر نموت. طلعت للطوموبيل ديماريت وانا نكسيري. بديك الخلعة تلفت على الطريق، بغيت غير نهرب ونبعد من هاد البلاصة، غادي بواحد السرعة خيالية حتى بانت لي الطريق. شديتها وبقيت غادي، واخا ما عرفش فين، المهم غير نبعد. وانا غادي في الطريق كيبان لي واحد البراج ديال الجدارمية، فرحت بزاف وكانت اول مرة نفرح ملي نشوف الجندارم في الطريق. ملي وصلت عندهم عاودت ليهم شنو طرا ليا بالتفصيل وسولتهم فين انا دابا. قالوا لي في واحد البلاصة كيقولوا ليها الجوالة. المهم طمأنوني، قالوا لي ما تخافش، وبقاو كيهضروا معايا شوية غير باش نحاول ننسى هادشي اللي وقع لي. ودعوني وقالوا لي سير غير بشوية، راه ما عندك مناش تخاف. غير شديت الطريق، خدمت القرآن وزدت في الصوت، وبقيت كنتبت راسي بأن هادشي اللي وقع لي غير مجرد أوهام. طريق كاملة وهذا الموقف ما بغاش يحيد ليا من بالي. ما حسيت براسي حتى دخلت للدار البيضاء. ملي وصلت لحدا داري بديت تنقول الحمد لله الحمد لله ملي وصلت بخير وعلى خير. بلاصيت الطاكسي، سلمت على العساس وقال لي الحوايجك مقطعين وموسخين. ملي شفت حوايجي تصدمت، ما عرفت باش تبليت، ما بغيتش نبين للعساس والو، وبالزربة قلت ليه بالسلامة حتى الصباح ونعاود ليك، لأني ما بقيتش باغي نزيد دقيقة مازال في برا. قال لي الله ودي ياك لاباس، اشنو وقع لك يا صاحبي؟ غير قال لي هاد الكلام وهي تجيني البكيه. قال لي بركه صاحبي وهاك واحد الكاس ديال اتاي وعاود لي شنو طرا ليك. ريحت معاه وبقيت نعاود ليه شنو طرا ليا بالتفصيل. تصدم وبقى غير كيشوف فيا، بقى كيقول يا ربي السلامه يا ربي السلامه. شويه حس بشي تقرقيب وقال لي تسناني هنا جاي. بقيت جالس كنتسنى فيه، حسيت بشي حاجه من ورايا، درت باش نشوف وهي تبان ليا هذيك العائله دايزين من حدايا وكيشيروا بيديهم لجهتي كلهم، الاب والام والبنات. ما حسيت براسي حتى تحت في بلاصتي. ملي حليت عينيا لقيت راسي في السبيطار وحدايا امي وبا ومراتي ووليداتي كيبكيو. من ديك الوقت وانا مريض ومتبع عن طبيب نفساني، وفي نفس الوقت كندير الرقيه الشرعيه، ودابا راني كنتحسن شويه بشويه والحمد لله على كل حال. إلى هنا أحبابنا الكرام انتهت قصتنا، إلى لقاء جديد إن شاء الله وقصة جديدة. أتمنى أن تنال إعجابكم. تابعونا دائما على قناة أسرار موح وانتظروا الجديد إن شاء الله. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.